تحليل ديال ركينه في قهوه طفى التلفزيون وقال من ناقص منه ماتش كاع علاش تفرجنا. ميسر راكم شفتوا اول نمس ماركاو بيت خرجوا احتفلوا في العالم كله، البيوت ولاو مرادفين. اليكم الاخوان ملخص المنتخب المغربي مع المنتخب هايتي اللي داز البارح، وكلنا تفرجنا في المنتخب المغربي وشفنا النتيجه اللي سالات ب4-2، وبالضبط كلشي خرج فرحان وكلشي عجبو الاداء ديال المنتخب المغربي، مع نقطة نظام ونقطة توقف اللي خاصنا نعلموا عليها ونسطروا عليها بواحد السطر زوين. انه المنتخب المغربي اليوم صراحة الله الميطة الثانية عجبتنا وفرحتنا، كلنا متفقين عليها، ولكن خاصنا ننتبهوا واحد الحاجة. مش اي واحد دابا كيتفرج فيا ولا انت اللي كتفرجي فيا ولا اي مشاهد فوق جميع بقاع الارض غيقول لي بانه الميطة الاولى ما تعصبش، مع احتماليه كاين اللي طفى التلفزيون وقال من ناقص منه ماتش كاع علاش تفرجنا. فهمتي خويا طاري؟ واش هي شي عوينه شي تقويسه نعوض واحد الوقيته، اقسم بالله وليت كنقول تمنى على التعادل، البيوت ولاو مرادفين باب 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 باب. واحد الوقت مع بديت كنحس بحال الماتش بحال الريتم ديالو بحال السسبنس، المدرب كيخلينا حتى كنخسروا من بعد كيعتق الموقف يقول لك اسمحوا لي راه ضحك معاكم حق قرب راك انتيستي، راه زعما كون ما عتقناش الموقف زعما في اخر لحظات وتماركت 4-2 اللي تسد بها الفوام وخلى كلشي يسكت، كنا غنقولوا لا اله الا الله. راه فريمون الميطه الاولى حسيت براسي بحال كنتفرج في حسيت براسي بحال كنتفرج في المنتخب المغربي ديال 2012 ولا ديال 2010، والشمس كتحرق وشي تعليق تاع الرياضيه والمدرب الطاوسي جاهل الريتم وحطقوا ليا وشي كيجر من هنا وشي كيجر من لي، وبنادم عرفتي فقصه فريمون فقصه. وبراهيم دياز ما فهمتوش مالو تا هو ولا متلف الجلده، ما فهمتش براهيم دياز مالو ولا على هاد اللعب. فين هو براهيم دياز اللي كنا كنشوفو في كاس افريقيا؟ ما فهمتش ديك الحماس وديك الانرجي اللي كانت فيه، ما فهمتش. كاين واحد اللعابه في المنتخب المغربي ما فهمتش الريتم ديالهم متقلب في كاس العالم، واش باقي مصدومين باقي مخلوعين باقي راه كيقولوا الاول هذا راه باقي ما كاين والو ما كاينش المعقول. ما يمكنش. انا كنلاحظ كندير بعد نوبه كندير واحد المقارنه بسيطه، غندير واحد التنويه دابا بين قوسين. الاخوان اللي كيتفرجوا فيا واللي وصلوا حتى لهاد المرحله في الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا وديروا جيم. تحليل ديال ركينه في قهوه. انا ما كنفهمش كوره، بحال راك جالس مع شي عشيره كيسولك وكطرح لك اسئله وانت تقدر بمعلوماتك وبداك الشيء اللي عارف جاوبو. انا راه ما كنعرفش نفرق ما بين كوفره او جو، انا غير داكشي اللي تفرجت فيه راه كنجي كنبارطاجيه هنا مع خوتي واللي نيتو زوينه وقلبو ابيض بحالي وكيحب هذا المحتوى ديالي وعجبتو انايا وعجبو الكاركتير ديالي ورشقت ليه عليا وبغى يدير لي ابوني مرحبا، واللي بغى يصحح لي المعلومه في التعليقات اقسم بالله الا كنتقبل النقد ومرحبا. اي حاجه ما عجبتكش اخويا مرحبا كتبها لي والله اخويا ندير عليها نحط اخويا ندوزها مع لي كومونتير في الفيديو الجاي ونستافدوا منها حنا كاملين. قطر كان واحد ستايل زوين صراحه الله. صراحه الماتشات الاولى ما حسيناش بهم، ولكن فاش بدينا كندوزو الماتش الثاني والثالث بدينا كنحسوا بالحماس اجواء، بدينا كنتصادموا كل مره غادي كنتصادموا كذا. واش حنا كجمهور مغربي اعتدنا على الانتصارات بزاف، هذاك الشغف ما بقاش هذاك الجو ديال الصدمه ديال كل مره كنتصدموا. يعني دابا طلعتي على الترتيب المغربي راه غتلقاه في واحد الكلاسمون اللي هو هارب بزاف، مع احترامي لجميع المنتخبات الافريقيه والعربيه. مصر راكم شفتوا اول نمس ماركاو بيت خرجوا احتفلوا في العالم كله كانهم داو كاس العالم، ولكن راه مصر عارفه وعاذرها، عندهم واحد اللاعب ماركا لهم في كاس العالم في واحد النسخه زلهم بها دلهم على داك البيت اللي ماركاه، ندموا علاش كاع شاركوا به داك اللاعب. فيما في اي مقابله في اي انترفيو يقول لهم ما تنساوش انا ماركيت جول في كاس العالم. مشى المنتخب المغربي والمنتخب العربي الوحيد والافريقي اللي جلس المنتخبات العربيه والافريقيه على الطابلو وقال لهم اجوا تعلموا الحرفيه ديال المنتخبات، وما كنشكرش المنتخب المغربي حيت هو بلادي، لا بالعكس دول العالم كلها مصدومه حاليا في المنتخب المغربي وكتشوف بعينيها الحرفيه والاتقان في اللعب. الناس سير كتعلم كوره، البرازيل ولات كترعد قبل ما تدخل، الارجنتين ضاربه لنا حساب، هولندا كتحلم امتى تقابل مع المنتخب المغربي وتاخذ معاه سيلفي. وهادشي راه بلا ما نقول انا، راكم شفتوا النجوم
نزلوا التيران وخذوا التونيات مع المغاربه ديالنا، وبالتالي فانه المنتخب المغربي الان ولا كيمثلنا في احسن المحافل. وبالتالي يا ربي انا كندعي يوميا كنقول يا ربي هذا النيفو اللي وصلنا ليه ديال المنتخب المغربي بغينا نزيدوا واحد الدرجه اخرى ونبقاو في هذا النيفو ولله الحمد. حنا شوف ما مضادين مع حتى شي واحد ما حتى شي لعبه، حنا غاديين بخير. من بغينا هاد النيفو، هاد النيفو فرحنا بزاف، هاد النيفو عاجبنا. راه ما يمكنش انا كتريح في القهوه وكتشوف الناس كدوب بواحد اللذه. وانا دابا انا عارف الناس اللي كتفرج فيا دابا واخا هاد الفيديو عارفه ما غيوصلش واحد ليفي اللي هو نيت، وعارف هاد الفيديو ما غيضربش واحد العدد ديال المشاهده. الله اعلم داكشي ديال الله كله شنو بغى، الا كتب لنا انه نتعرفوا ونتشهروا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. تدخل القهاوي المغربيه ولا كتريح مع الشعب المغربي راه كتلمس في واحد الفرحه في قلوبهم ما يمكنش. كلشي فرحان، كلشي عاجبو المنتخب المغربي، وكل نهار كنتصدموا بواحد النيفو زوين وبغينا هاد النيفو نبقاو غاديين مكملين به. الماتش ديال اليوم كي قلت لكم الماتش كان زوين في الميطا الثاني، العكس وقع. فين كنكونوا فرحوا في الميطا الاولى، الميطا الثانيه كنتفقسوا، ولا اليوم وقع لنا العكس. المدرب قرر فهمتي يلعب لنا شويه على المشاعر. الميطا الاولى الريتم بالرجوله مهلوك، اللي كيشرب شي فوينه ديال العصابره دوزو. الميطا الثانيه تقلب الموازين وفرحنا ولله الحمد. من ان شاء الله انه الماتش الجاي ناخذوه بلا ما يتمارك علينا شي بيت. هذه الاولى اللي بغيتها انا. ثانيا انه ابراهيم يدير عقلو معانا صافي، بينا نشوفوا ديك ابراهيم ديال كاس افريقيا. ما فهمتش لا هو المدرب مخبي لنا شي تاكتيك اخر، الله اعلم. بالتالي اخواني اللي وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش انكم تشتركوا وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو ماكسيموم هذا الفيديو باش يوصل. ولا عجبكم التحليل ديالي ديال ركينه في قهيوه ما تنساش انك دير جيم، وكل مره نتكلموا شويه وخلينا كومونتير وعطينا رايك في الفيديوهات. تحياتي.